السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن البامية باللحمة بطريقة جميلة. كل اللي ما بيحبش البامية جربوها بالطريقة دي ومش هتبطلوا تعملوها أبدا. أول حاجة هنبدأ باللحمة، هحطها في زبدة وزيت أشوحها شوية، وهحط معاها بصلة وفلفل أخضر وجزر، هشوحهم مع بعض في الزيت، وبعد كده هنزل عليهم بالمية المغلية. هشيل الريم اللي هيتكون على وش الشوربة، وبعد كده هنزل بالتوابل بتاعتنا، ورق لورا وتوم باودر وفلفل اسود وبصل باودر. الملح بخليه اخر حاجة، وهغطيها واسيبها تستوي. ونروح نعمل البامية. شوح بصلة مع الزبدة والزيت، قلبهم كويس لحد ما تبدأ تحمر معانا. هنزل بالثوم ومعلقتين كبار كزبرة، وهشوحهم شوية مع بعض. اول ما الاقي البصلة والثوم بدأوا يحمروا معايا، هنزل بالبامية. انا جايبة بامية مجمدة، هنزل بالبامية في البصل عشان اشوحهم مع بعض كلهم. اشوحهم لحد ما اللون الاخضر بتاع البامية يبان. انزل بعصير الطماطم واسيبها تستوي. هنا كنت شفت اللحمة لقيتها استوت، حطيت لها الملح بتاعها في الطاجن علشان احطهم في الفرن. حطيت اللحمة وحطيت عليهم البامية، وزودتهم شوية شوربة وشوية ملح وفلفل اسود على الوش. دخلها الفرن متسخن من قبل كده لغاية ما وشها يتحمر ويتشمع من على الوش. ونروح نعمل الرز. فمعلقتين زيت وزبدة كبار، هحمر شوية شعرية، وبعد كده هنزل عليها برز ابيض مغسول ومتصفي. شوحهم شوية مع بعض في الزيت، واحط عليهم الملح والفلفل، وهنزل عليهم بمية مغلية نفس كمية الرز اللي حطيناها بالظبط. اول ما المية تتشرب معانا وتبدأ تظهر فقاقيع على الوش، هوطي النار واغطيها واسيبه يستوي. وبعد كده هنطلع البامية من الفرن. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم، جربوها وقولولي رأيكم، وبألف هنا.